المملكة الصاعدة. زلزال الجيجا فاكتوري يربك موازين القوى. تخيل مساحة أرضية شاسعة تمتد على مد البصر، مصنعاً عملاقاً لدرجة أن شاحنات النقل الثقيلة تبدو داخله كالنمل الصغير. تتحرك فيه الروبوتات بدقة متناهية، وتدار فيه أحدث تكنولوجيات القرن ال11. لا نتحدث هنا عن وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا عن مجمعات شينزين أو شنغهاي الصناعية في الصين، ولا حتى عن قلاع الطوق الصناعي في ألمانيا، بل نتحدث عن زلزال اقتصادي واستراتيجي مدوو يضرب أرض المملكة المغربية. الحدث التاريخي الكبير قد اقترب، والعد التنازلي قد بدأ بالفعل. أكبر وأول مجمع جيجا فاكتوري في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط يستعد لتدشين مرحلته الأولى وفتح أبوابه في مدينة القنيطرة المغربية خلال هذا العام. إننا لسنا أمام مجرد معمل عادي لتركيب الأجزاء، بل نحن أمام منشأة سيادية فائقة التطور ستغير خارطة صناعة الطاقة والسيارات في الكوكب بأكمله. تحالف صيني ألماني عملاق قادته الشراكة مع المجموعة الدولية الرائدة جوشن هايتك يضخ على أرض المغرب استثماراً فلكياً ضخماً ستبلغ قيمته الإجمالية ما يصل إلى 6 مليارات دولار. نعم، 6 مليارات دولار. تم رصد 1.5 مليار منها فقط لإنضاج المرحلة الأولى، مما يجعله واحداً من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ المنطقة المعاصر. ولكن دعونا نتساءل بعمق: ما هو السر الاستراتيجي الحقيقي وراء اختيار المغرب بالذات لاحتضان هذه التكنولوجيا المعقدة؟ الإجابة فجر تفاصيلها العالم والمخترع المغربي العالمي البروفيسور رشيد اليزمي، أحد أبرز عقول صناعة بطاريات الليثيوم في العالم. اليزمي أكد أن البطاريات التي سيتم إنتاجها في مصنع جوشن باور موروكو لن تكون كغيرها، بل ستعتمد على تقنية ال LFP، وهي بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. وهنا تكمن العبقرية الجيوسياسية للمملكة، فهذه الصناعة المستقبلية التي يتقاتل عليها العالم تحتاج بشكل أساسي وقاطع إلى مادة الفوسفات، والمغرب هنا لا ينافس ولا يجارى، إنه القوة الضاربة الأولى في هذا المجال، حيث يتربع وحده على أكبر احتياطي فوسفات في الكرة الأرضية بنسبة تتجاوز 70%. المغرب اليوم لا يصنع بطاريات المستقبل فحسب، بل هو من يمتلك مادتها الخام الأساسية في باطن أرضه الشريفة. هذه البطاريات ستكون الشريان النابض الذي يغذي كبريات شركات السيارات الأوروبية والعالمية المستقرة في المملكة، مثل مجمعات رونو وعملاق الصناعات المتعددة ستيلانتس، فضلاً عن توجيه الجزء الأكبر منها نحو التصدير الخارجي لأسواق أوروبا وأمريكا. المعجزة الحقيقية التي تربك حسابات الخصوم والأصدقاء على حد سواء وتسير الكثير من الحبر في مراكز الدراسات الدولية هي أن المغرب يبني هذه الإمبراطورية الصناعية الضاربة بدون قطرة نفط واحدة، وبدون سنتيمتر مكعب واحد من الغاز الطبيعي التجاري. ففي الوقت الذي تتأرجح فيه اقتصادات إقليمية وعالمية كبرى تعتمد كلياً على ريع المحروقات وتعيش تحت رحمة تقلبات أسعار البرميل، خرجت الصدمة الاقتصادية الكبرى من قلب البرلمان المغربي، حيث كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزير فوزي لقجع أن احتياطي المملكة من العملة الصعبة قد حطم سقفاً تاريخياً غير مسبوق متربعاً على عرش 51 مليار دولار. 51 مليار دولار كاحتياطي نقدي استراتيجي تشكل بالكامل من عرق الجبين ومن عبقرية التخطيط ومن الصادرات الصناعية الثقيلة. إنها أموال هندستها مبيعات السيارات ومحركاتها وأجزاء الطائرات الدقيقة والصناعات الفلاحية المتطورة والسياسات السياحية الذكية، وقريباً جداً ستنضم إليها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والبطاريات الكهربائية والصناعات العسكرية الدفاعية الناشئة. نحن نرى أمام أعيننا مغرباً جديداً،
مغرباً يتحرك بخطوات ثابتة مدروسة وصامتة، مغرباً لا يتكلم كثيراً، بل يدع الإنجازات على أرض الواقع تتكلم نيابة عنه. هذا هو النموذج التنموي الفريد الذي أثار ويثير غيرة وحسد الحاقدين. وكما قال جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه السامية الخالدة: الله يكثر حسادنا، لأن كثرة الحساد هي الشهادة الحقيقية المدمغة على أنك تسير في الطريق الصحيح، وأن نجاحك أصبح يقض مضاجع من عجزوا عن مجاراتك. العالم اليوم يمر بأزمة طاقة خانقة، والطلب الدولي على وسائل النقل النظيفة والكهربائية ينفجر بوتيرة متسارعة يوماً بعد يوم. وفي هذا المنعطف التاريخي لا يكتفي المغرب بمواكبة العصر أو الجلوس في مقاعد المتفرجين، بل يتقدم الصفوف بكل جرأة واقتدار ليمسك بزمام المبادرة ويقود القارة الإفريقية بأسرها نحو عهد جديد من الاستقلال الصناعي الطاقي. من طنجة الصمود إلى داخل منشآت القنيطرة المتطورة، وصولاً إلى عمق صحراينا المغربية الغالية.